النهارده اغلب اللاعبين كلهم جابوا فتحه مجانيه على باكج مجاني في الديلي جيم، وبرضك في لاعيبه قويه جدا زي بيكهام وتوم ادمز ولا فاكر اسمه ايه، وبرضك في صلاح ولاعيبه مميزه كتير وبيلمر، حرفيا كلهم لعيبه قويين وليهم تطويرات قويه جدا. انا هجيب لك النهارده التطويرات كلها اللي تنفع مع كل اللاعبين، وبرضه جايب لك تطويره لفينيسيوس اللي هو بتاع المتجر. فانا مدلعك النهارده في التطويرات، فحط لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. وتعالوا كده نبدا باول لاعب مجاني، لاعب بتاع نقاط اي فوتبول فينيسيوس. حرفيا لاعب قوي جدا، تقاعد جامده بالتطويره ديت 9 1 10 8 7 0. وطبعا شايف كده التطويرات جامده، والفينش عنده كام فين يا عم؟ الفينش عنده 86. يعني الكلام ده موجه لواحد كده معين من اصحابي ان هو بيزق بيها اشوف الفيديو ده، اللي بيقول لي ما بلعبش بيه فينش قليل 81. التطويره العاديه فينش 81، بس التطويره ديت جايب لك الفينش 86، وحرفيا نسخه جباره من فينيسيوس بالتطويره ديت. ندخل بقى تاني لاعب هو بيكهام. ناس كتير قوي جايه لهم بيكهام النهارده، فانت شايف كده التطويره بتاعه تطويره جامده، طبعا بيختلف من الطاقات، والتطويره الوحيده توصله 102. ومع البوستر ده اللي هو التكنيك، وطبعا مع مدرب معين، المدرب اللي قدامك ده ما اعرفش مدرب ايه، بس مش فاكر نزل امتى حد كمان. المهم دي التطويره الوحيده توصله 102، وبرضك مع التطويرات الباقيه بتوصله 101، وبرضك طاقات قويه جدا. تاني لاعب ايبك معانا توني ادمز. نفسي اعرف دي لاعب ايبك مجاني ازاي، حرفيا طاقته جامده قوي في الدفاع كلها فوق ال 90، وهي عنده جامب 90، وبرضك حسب بقى اختلاف التطويرات تطويرات جامده قوي. يعني حرفيا لاعب يستحق يخش معاك التشكيله اساسي وما يطلعش من التشكيله. تجربه في الملعب انا مجربتوش، بس من طاقات كده باين عليه ان هو لاعب جامد. وبقيه اللاعبين هايلايت حرفيا مميزين في الطاقات. انت شايف كده عندك بيلمر، يعني بص الطاقات، بص الطاقات بتاع بيلمر بثلاث تطويرات خاصه، ثلاث تطويرات جامدين قوي وطاقات خرافيه. حرفيا ام اف يلعب معاك اساسي لو انت حسابك لسه جديد لسه، حرفيا هينفع معاك لو جالك بيلمر لعبه اساسي. وبرضك عندك اوبلاك برضك يعني حارس جامد، انت شايف الطاقات بتاعه برضك فوق ال 90 برضك مع اختلاف تطويرات. يعني حتى لعيبه الهايلايت احسن من اللاعبين الهايلايت اللي كانوا موجودين في الباكج اللي فات، اللي هم شالوجلو وسافيتش وحبه لعيبه كده ما يعلم بهم ربنا. بس اللاعبين المره دي لاعبين كويسين مقبلين من كونامي وطاقاتهم جامده، وانا مروقك في التطويرات. فحط لنا لايك ونسيت لحد هنا بقى. بقيه اللاعبين عندك صلاح و كارفاخال، طورهم تطويره اوتو. انا الصراحه دورت كتير ما لقيتش تطويرات خاصه ليهم، فعلى حسب ما انا عرفت انت تطورهم تطويره اوتو وهيوصلوا معاكم الماكس بتاعهم، وطاقتهم كلهم جامدين قوي. ما عدا كارفاغال الصراحه اللي هو يعني ايه نسخه مش قويه خالص، وما انصحكش انك تلعب بيها. ممكن تلعب بصلاح بيوصل 100 وطاقات جامده قوي برضو بتاع صلاح. وبس كده، دي كان معانا التطويرات. وانت مستغرب من الخطه اللي انا اعمل لك ديت، فاستنى الفيديو الجاي تلاقي شرح مفصل ليها، وحرفيا خطه قويه بيستخدمها اغلب لاعبين الكونسول. فهي خطه جامده قوي، جايب لك التعليمات بتاعها واساليب اللعيبه اللي ممكن تلعب بيهم. وبس كده كان فيديو. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وحط في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.